من أجمل مكان في الدنيا بالنسبة لي. النهاردة 27/4/2017، يمر على والدتي تقريبا 10 شهور و3 أيام على وفاتها. النهاردة آخر يوم في رجب، وهنخش بكرة إن شاء الله الجمعة شعبان، أول شعبان. حابب بس إن أنا أصور لكم من هنا ومن الناس اللي حوالينا المتوفين اللي قرروا الحق. يمكن هما بيتحركوا حواليا دلوقتي، انتوا مش شايفين بس هما شايفين نفسهم، شايفين وهما بيصوروا. ربنا يرحمهم جميعا يا رب. حبيت بس ان انا اصور لكم هنا واقول لكم ان ترفع الاعمال اليومين دول. خلي بالكم كويس قوي، استغفر ربنا كتير لعلكم ترحمون. حلو المدفن اللي ورايا ده جدا، جميل جدا جدا. من المدافن برضو ده اللي انا بحب اقف عندها. ربنا يرحم الجميع يا رب ويجعلهم في الجنة ونعيمها. بصوا هوريكم منظر. في الشجر هنا في ده زور أزرق، ده اللي بياكلنا بقى. الدبان الأزرق ده اللي بياكلنا بعد ما ندخل مكاننا الأخير. أنا بحبكم وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين عشان بكرة شعبين، وحبيت أنا أقول لكم كل سنة وانتم طيبين من أجمل مكان بالنسبة لي في الدنيا كلها. ربنا يخليكم ليا ويحفظكم ويحفظكم لأولادكم، وروحوا بوسوا ايدين ورجلين امكم وابوكم لعلكم ترحمون. بوسوا راسهم، اللي زعلان من امه وابوه يروح يبوس ايديها ورجليها، او ابوه وامه تبوسوا رجلين ابوكم وامكم. خلي بالكم من نفسكم واعرفوا ان الدنيا نفس داخل ونفس طالع، مفيش وقت ان احنا نزعل من بعض. ده مكان امي ورا الحيطه دي او ورا الجدار ده. يمكن هي برضو شايفاني دلوقتي بتتحرك حواليا، انا مش شايفها. اجمل حاجه بجد ان الناس دي بيتحركوا حوالينا وشايفين نفسهم دلوقتي في الكاميرا، بيتحركوا حوالينا وحاسين وشايفين. يمكن بيبتسموا لكم ويمكن بيكلموكم ويقولوا لكم خلي بالكم ان الدنيا فانية. ربنا يحفظكم ويرحم الجميع ويرحم أمواتنا جميعا، والدنيا إن شاء الله فانية ملهاش أي لازمة. السلام عليكم.